انا جاي اخطف قلبكم باشيك صنف في حلويات العيد. السابليه الملوكي الفاخر بحشوات لذيذه جدا والشكل اللوحه فنيه. هتخطف قلب كل اللي يشوف حلويات العيد عندك. طبعا كل الافكار اللي هنعملها دي افكار ترندي وافكار جزائريه. يلا بينا بقى نشوف هنحضرها ازاي، بس ما تنسيش تعملي لايك وشير للوصفه. اول حاجه هنحضر عجينه السابليه اللي بتكون عباره عن 600 جرام من الزبده دي ضروري انها تكون طريه بدرجه حراره المطبخ. وبما ان الجو برد فالزبده بتكون متماسكه حتى في حراره المطبخ. هندخلها الميكرويف بس 30 ثانيه علشان تطرى معانا. هحط عليهم 900 جرام من الدقيق، يعني ده كيلو دقيق شايله منه حوالي 6 معالق كبار. استخدمي اي نوع دقيق يكون متعدد الاستخدامات او دقيق خاص بالكحك والبسكوت. اهم حاجه انه يكون استخراج 72%. حطيت عليهم 300 جرام من السكر البودرة المنخول ورشة الملح. حطيت كل المكونات بدون ترتيب في العجان وابتديت أضرب كويس قوي. طبعا تقدري تعملي الخطوة دي على ايدك من غير عجان، مفيش اي مشكلة، وتبسي كويس قوي وتعجني، ما تقلقيش. العجينة مفيش فيها سوائل فمش هتكون عرق معانا. فافضلي عجيني فيها لحد ما توصلي للقوام اللي انت شايفاه ده، قوام عجينة مفيش فيها تشققات وعجينة بتكون طرية. بعد كده باغطي العجينة وباجيب أي مفرش سيليكون أو بافرش كيس بلاستيك من أكياس التلاجة بافتحه وباحط جواه رشة دقيق وباخد أول طبقة من العجينة وباحط رشة دقيق على الوش وكيس بلاستيك تاني وبابتدي أفردها بالنشابة، يعني يا إما تفرديها جوه مفرشين سيليكون يا إما جوه كيسين 2 بلاستيك من أكياس التلاجة. بعد ما فردتها بسمك تقريبا 2 مللي ببتدي إن أنا أقطعها بقى بالقطاعات بتاعة السابليه. أول قطاعة وهقطع منها كمية كبيرة علشان كل السابليه البونبون اللي إحنا هنعمله أغلبه بيكون محتاج بسكوتة مدوّرة. خلّي جنبِك فيه طبق فيه شوية دقيق علشان تحطّي طرف القطّاعة أو بوز القطّاعة في الدقيق علشان ما تلزقش منِّك في العجينة. قطّعت شوية مربعين وشوية دواير. طبعًا أنا عارفة عدد المولدات اللي أنا هاستخدمها، فباقطّع عدد البسكوتات على عدد دواير أو المربعات اللي موجودة في المولدات اللي هاستخدمها. باقي العجينة اللي في النُص دي بارجع أشيلها وأجمّعها وبافردها تاني لحد ما أخلّص كل كمية البسكوت اللي عندي. والسمك اللي أنا وريته لكم ده هو أفضل سمك ومناسب للعجينة. قطعت برضو شوية قلب علشان أنا جايبة مولد سيليكون جديد، وشوية بيضاوي وشوية مطاول، على حسب بقى التقطيعات اللي انت هتستخدميها. في أشكال كتير جدا لقطاعات السابليه موجودة في محلات بيع مستلزمات الحلويات. باخد بقى السابليه بعد ما باقطعه كله وبارصه في صاجات الفرن، ما بندهنش الصاجات أي حاجة خالص، وكل شغل نواعم العيد بنشتغل في الصاجات زي ما هي. لمّا تيجي تطلّعي العجينة من المفرش ممكن تستخدمي معلقة سيليكون وتبليها بَلّة خفيفة كده بالدقيق، وبعد كده تشيليها، يا إمّا ترفعي حرف المفرش وهتنزل معاكِ بمنتهى السهولة. أخدت آخر حتّة من العجينة حطيت عليها شوية دقيق علشان نعمل السابليه السيجار. بنستخدم المواسير بتاعة السابليه السيجار دي برضه بتبقى موجودة في محلات بيع مستلزمات الحلواني، بس طبعًا العجينة طرية فمش هتلِف معانا على المواسير، فبنزوّد الدقيق علشان نخلّي القوام بتاعها متماسك أكتر شوية، فتلِف معانا على الماسورة بالشكل ده. فردت جزء من العجينة وأخدت على قد الماسورة وبابتدي إن أنا أسويها، وبارُش رشة دقيق على المفرش علشان تفرد معايا من غير ما تلزق في الصاج. باشيل بقى الزيادات وبقى عندي كده سابليه سيجار بيبقى من جوّه مفرّغ بنقدر نحشيه بأي حشوة إحنا حابينها. طبعًا أنتِ مش مرتبطة أبدًا تعملي الأشكال اللي أنا عملتها أو تعمليها كلّها، لإن أنا لازم أدّيكِ كل الأفكار وتختاري منها الأسهل ليكِ، لإن الموضوع بيبقى مرهق ومُتعب أوي. كمان عندي القوالب الmini tart الصغيّرة، باخد حتّة كده من العجينة باسكّنها جوّه القالب مع الضغط عليها، وأي زيادات على طرف القالب ده باشيلها، وكده بقى عندي قوالب mini tart صغيّرة بس باخرّمها بالشوكة علشان ما تنفخش في الفرن. دي كل الكمية اللي طلعت معايا، أنا رصيتها زي ما أنتم شايفين. هندخّلها دلوقتي الفرن علشان نسويها على درجة حرارة من 180 ل200 على حسب فرنِك. بتقعد بالضبط من 20 ل25 دقيقة لحد ما تستوي وتتحمّر. طبقة البسكوت رقيقة فمش بتغيب في الفرن. ممكن تولّعي المروحة من الأول علشان تلوِّن كلّها من جميع الجهات. باطلّعها من الفرن ما باقرّبلهاش خالص وباسيبها لحد ما تبرد، لكن السابليه السيجار والسابليه اللي إحنا عاملينه في قوالب الmini tart بعد ما بتطلع كده وتهدى بس 10 دقايق، بابتدي أشيل المواسير اللي في النُص دي علشان لو استنيت لمّا تبرد خالص هتلزق فيها وهتتكسر مني وأنا باطلّعها، فباطلّعها وهي لسه سخنة. قوالب الmini tart بمجرد ما باقلبها على الصاج كده بتطلع من القالب بمنتهى السهولة. رصيتهم كلّهم بقى في صينية وباغلّفهم وباسيبهم بقى لحد تاني يوم أو لو هاشتغل فيهم بنفس اليوم. أهم حاجة إن هُم ما يكونوا متغطيين علشان البسكوتة ما تطراش. أنا بصراحة عملت البسكوتة وما اشتغلتش فيها غير بعد يومين عشان أنا أخدت دور برد جامد شوية. هاحضّر دلوقتي بقى الحشوات. أول حاجة جناش الشوكولاتة البيضا. عندي كوباية إلا ربع من الكريم شانتيه الخام، عليهم نُص كوباية من المَيّة وتِلت كوباية زيت، و450 جرام من الشوكولاتة البيضا. يُفضّل تحطّي الشوكولاتة مبشورة علشان تسهّل معاكِ، ما تحطّيهاش كُتل زي ما أنا عاملاها كده، أنا باعرف أتعامل معاها. فأنتِ لو أنتِ أول مرّة تعمليها علشان ما تبوظش منِّك وتتحرق، ابشريها الأول.
رفعتهم على النار وقلّبتهم لحد ما الشوكولاتة دابت، وبعد كده نقلتهم بقى في بولات، قسمتها على 4 بولات صغيّرين علشان إحنا هنعمل كذا حشوة. أول حشوة، حشوة الراسبيري، أخدت معلقتين 2 من الراسبيري، وبعد كده حشوة البلوبيري. كل طبعًا الحاجات دي بتتباع في محلات مستلزمات الحلواني، بتبقى موجود في عبوات صغيّرة وعبوات كبيرة. بعد كده تالت حشوة حطيت حشوة الكندر، أخدت معلقتين 2 من حشوة الكندر، بتتباع برضه في محلات بيع مستلزمات الحلويات. آخر حاجة حطيت معلقتين 2 من زبدة الفستق وقلّبت، وبقى عندي كده 4 حشوات بأطعمة مختلفة، والأساسي بتاعهم هو جناش الشوكولاتة البيضا. ولو أنتِ مش عاوزة تعملي جناش شوكولاتة تقدري تجيبي النوتيلا البيضا وتحطّي عليها كل الtopping اللي إحنا حطيناها دي، هتدّيكِ نفس الطعم والنكهة. حضّرت كمان جناش شوكولاتة غامقة وشوكولاتة بالحليب، بس عملت نُص مقدار جناش الشوكولاتة البيضا لكل حاجة منهم، اللي هي 200 جرام شوكولاتة، عليهم تِلت كوباية مَيّة، أقل من ربع كوباية زيت، وعليهم كمان تِلت كوباية من الكريم شانتيه، ورفعتهم على النار لحد ما وصلوا للدرجة دي، يا دوب بس سخنوا ودابوا كلّهم مع بعض، ونقلتهم في بولات وغطيتهم بأكياس بلاستيك وبادخّلهم في التلاجة أو بابيتهم في التلاجة. وكمان الجناش ده بيتباع جاهز في محلات مستلزمات الحلواني في عبوات، ممكن تجيبيه جاهز وتستغني عن شراه. جِبت بقى قوالب السيليكون اللي عندي، واشتريت كمان قوالب جديدة ترندي اليومين دول، وابتديت إن أنا أدوّب شوكولاتة خام بالحليب وشوكولاتة بيضا وشوكولاتة غامقة علشان أعمل أشكال مختلفة. باخد الشوكولاتة بعد ما دوّبتها في الميكروويف، أو طبعًا تقدري تدوّبيها على حمام مائي، يعني هتحطي الشوكولاتة جوّه بولة، والبولة دي هتحطيها على وش حلة فيها مَيّة سخنة بتغلي، بس طبعًا البولة ما تكونش ملامسة وش المَيّة لحد ما الشوكولاتة تدوب، وطبعًا بتشيليها من على النار. بعد كده ابتديت إن أنا آخد كمية من الشوكولاتة عبّيت بيها القوالب وباوزّعها كده على القوالب، باحط كيس بلاستيك تحت القوالب علشان أي شوكولاتة تنزل ما تتهدّرش معايا وأقدر أستخدمها تاني، وخدي بالِك عشان هي بتنشف بسرعة جدًا. باقلب القوالب علشان أنفُض الشوكولاتة الزيادة، وبعد كده بترجع تنشف زي ما أنتِ شايفة كده، بالمّها تاني بسباتيول وبارجع أدوّبها وباستخدمها تاني. بعد ما بنعمل الطبقة الأولانية كده من القوالب بندخّلها التلاجة تتماسك علشان لسه هندّيها طبقة تانية، لإن الطبقة دي بتكون رقيقة. تقدري تعملي كل الأشكال اللي أنتِ حاباها. أنا عملت جزء شوكولاتة بالحليب، وجزء تاني عملت شوكولاتة بيضا، وجزء عملت شوكولاتة ملونة لوّنتها بألوان زيت، بس زي ما أنتِ شايفة كده لازم الشوكولاتة تتعمل على طبقتين 2. والناس اللي سألتني كتير على تدويب الشوكولاتة في الميكروويف إنها بتتحرق منها، الشوكولاتة بتدخل الميكروويف 30 ثانية في 30 ثانية لحد ما تدوب معايا، ما ينفعش أولّع عليها دقيقة كاملة أو أشغّل عليها الميكروويف دقيقة كاملة ممكن تتحرق منّي، فبادخّلها 30 في 30، أطلّعها أقلّبها تقليبة وبارجع أدخّلها تاني وأقلّبها تقليبة لحد ما تدوب معايا. عملت جزء من الشوكولاتة البيضا بيضة كده زي ما هي، وجزء تاني أخدته حطيت عليه نقطتين 2 من اللون الزيتي اللي هو بيتحط على الشوكولاتة، ده مخصص للشوكولاتة. باضبّط اللون لحد ما أوصل للدرجة اللي أنا عاوزاها، وكده بالنسبة لي اللون مناسب أوي. استخدمته معاه الmold اللي بيكون على شكل قلب، الmold ده طالع ترندي وشكله حلو جدًا. حطيت كده شوية من الشوكولاتة وبرضه باوزّعها، والزيادات دي مش بنرميها، وناخد بالنا إن كل mold بنحط له طبقة شوكولاتة من تحت، بنحتاج تاني شوكولاتة بنفس اللون علشان نقفّل بيها المولدات بعد ما بنحط الحشوة، فراعي الكمية اللي أنتِ بتعمليها لإنِّك هتحتاجي لسه زيادة. بعد ما دخّلنا بقى المولدات التلاجة تماسكت الطبقة الأولانية، بنرجع بقى بفُرشة بنقوي وبندعّم الطبقة بتاعة الشوكولاتة، علشان لمّا نيجي نطلّعها من المولدات ما تبقاش الطبقة ضعيفة وتتكسّر معانا. فالخطوة دي أساسية بنعملها مع كل المولدات اللي إحنا بنعملها. نيجي بقى للشكل الأخير، بنعمل شوكولاتة بيضا بس بنكهة الفستق وبيكون لونها أخضر شوية، باحط عليها معلقة من زبدة الفستق على الشوكولاتة البيضا المتدوبة، وبابتدي إن أنا أعمل بيها المولدات بنفس الطريقة، باحط لها أول طبقة وباشيل الزيادات وبادخّلها التلاجة وبارجع أدعّم وأقوي الطبقة دي من نفس الشوكولاتة. وطبعًا كل لون هتعمليه للشوكولاتة هيكون ليه كيس مختلف وأنتِ بتحطي المولدات عليه، علشان تقدري تستفيدي بالشوكولاتة ويبقى كل لون لوحده هتستفادي بيه. آخر شكل بقى أخدت شوية كده من الشوكولاتة البيضا المتدوبة، تحُطّي عليها يا إما معلقة من صوص الكندر، يا إما تاخدي شوية صغيرين أوي من الشوكولاتة الخام المتدوبة أو الشوكولاتة بالحليب، بتدّي لونه بيبقى يكون كافيه فاتح شوية كده أو اللون اللي هو الكاكاو الفاتح. ده برضه شكل جديد طالع ترند السنة دي ومع المولد ده حلو أوي. بعد ما غلفنا المولدات كلها بقى بالشوكولاتة بندخّلها التلاجة، وهنا الحشوات كانت تماسكت والقوام بتاعها بجد حلو جدًا، عاملين حشوات طعمها خطير. دي بقى حشوات السابليه البونبون،
بناخدها بقى نحطها بقى جوّه كيس حلواني علشان نبتدي نحشي بيها القوالب اللي إحنا جهّزناها. باحب دايمًا أحشي الحاجات بلونها، يعني اللي لونها pink باحشيها بالpink، اللي لونها أبيض باحشيها بالأبيض، وطبعًا ممكن تخلفي وتعملي ألوان زي ما تحبي، يعني تقدري تحشي مثلًا البلوبيري مع حشوة الشوكولاتة الغامقة، يعني براحتك نوّعي زي ما تحبي. كمان استخدمت حشوة مربى الحليب مع الشوكولاتات أو المولدات الصغيرة، بتبقى حلوة أوي على فكرة وكأنها شوكولاتة، ممكن تحطي معاها مكسرات. بالمناسبة تقدري تحطي مع كل الحشوات دي مكسرات أنتِ حاباها، عين جمل، لوز، تحطيها في النُص كده جوّه الحشوة، بيبقى طعمها حلو أوي. وبعد كده بقى بنقفّل المولدات بالشوكولاتة من فوق. المولد اللي أنا عملته من تحت شوكولاتة بالحليب، باقفّله بشوكولاتة بالحليب، والمولد اللي عملته بالشوكولاتة البيضا باقفّله بالشوكولاتة البيضا، والبينك بالبينك وهكذا علشان يبقى القالب شكله كلّه متناسق. قفّلي كويس الأطراف وخلّي الشوكولاتة تكون لازقة كده في المولد من برّه، يعني مغطية سطح المولد علشان ما يكونش في فراغات لمّا تيجي تطلّعي قطعة الشوكولاتة من القالب ما تبقاش الأطراف بتاعتها مش متقفّلة كويس. بعد كده بادخّلها بقى التلاجة كده نُص ساعة لحد ما تتماسك تاني، وباطلّعها من القوالب السيليكون بمنتهى السهولة. ما شاء الله عشان إحنا عاملين طبقة شوكولاتة كويسة ما بتتكسّرش معانا، وبتطلع الشوكولاتة القطعة متقفّلة كويس. بنشيل بس أي زيادات لو في زيادات موجودة، يا إمّا تكسّريها بإيدِك بالراحة كده، هي بتكون طبقات رفيّعة خالص كده من الجناب، يا إمّا بسكينة بتبتدي تشيلي الزوايد بتاعة الشوكولاتة دي. طلّعت بقى كل الكمية وكده عندي السابليه جاهز، تقدري تقدّميه كده زي ما هو بعد ما تلزقيه في البسكوتة بتاعته، أو تعملي له بس شوية finish نهائي كده بينقل الشكل في حتة تانية خالص. وعشان نلزق بقى الشوكولاتة بالحشوة في البسكوتة قدامنا طريقتين اتنين، وهاقول لكم أنا بافضّل أنهي طريقة. يا إما شوكولاتة خام بتلزقيها بيها، يعني شوكولاتة متدوبة بتلزقيها في البسكوتة وتقومي لازقة الطبقتين في بعض، أو الطريقة دي ودي الأفضل بالنسبة لي، طاسة بتكون سخنة يا دوب بس بامشّي الشوكولاتاية عليها سِنّة بسيطة أوي، ما تغوّطيش أوي علشان الشوكولاتة ما تسيحش والحشوة تطلع، يا دوب بس كده تسيّح أول طبقة من الشوكولاتة وتضبط لو في أي تعريجات في الشوكولاتاية، وبعد كده بتقومي لازقاها في البسكوتة على طول بنفس الشكل ده، بتلزق معاكِ وفي نفس الوقت بتضبّط الشكل. بعد كده بقى بنيجي للتزيين النهائي، أول حاجة حطيت شوية ورد محمّدي متقطّعين، وباحط عليها جيلي تلميع على البارد، وده ترند جديد السنة دي، بيستخدمه الجزائريين، بس بيستخدموا نوع سُكّر مش موجود عندنا في مصر، السُكّر ده موجود عندهم، فإحنا بنستبدله بقى بجيل التلميع أو بعسل الجلوكوز المتدوب. أنا استخدمت جيل التلميع، ده بيكون على البارد بيتباع في كل محلات بيع مستلزمات الحلواني، شكله بيكون شفاف كده، وتقدري تحطي بقى جواه glitter تلميع اللي هو الدست الدهبي أو الفضي أو النحاسي، تقدري تحطي جواه ورد محمدي متقطّع أو ورق دهبي زي ما أنا عملت كده. الشكل التاني بقى كلمة عيد سعيد أو عيد مبارك دي برضه بالزقها كده بحتة شوكولاتة بسيطة أوي، وباحطها على وش السابليه. بعد كده الجناش اللي كنا مجهزينه برضه حطيت شوية منه كده في النُص، وحطيت عليها وزينتها كده بشوية فيونكات، الفيونكات دي مستخدمة قالب شكل فيونكات عندي، باحط جواه شوكولاتة خام متدوبة بتاخد الشكل، وبعد كده بالوّنها بقى ببودرة الدست الدهبي، وبتطلع معايا بالشكل ده. آخر بقى حاجة كده القوالب اللي هي الmini tart الصغيرة كنت دهناها برضه بالشوكولاتة الخام علشان ما تطراش معايا، واستخدمت الحشوات اللي إحنا كنا عاملينها باحطها جوّه كيس حلواني، وبتتشكل معايا وتتعمل روزيتات بمنتهى السهولة. حطيت جزء منها بمربة الحليب، وجزء تاني بالجناش الأبيض، وجزء كمان بزبدة الفستق، يعني كل الحشوات اللي إحنا استخدمناها بتقدري تستخدميها حشوات أو تزيين روزيتات بمنتهى السهولة. وده كده شكل السابليه بعد ما خلّصناه، لوحة فنية شكله وطعمه طبعًا ما فيش اختلاف عليه، وعاوزة أقول لِك إنه أصلًا ما بيتباعش في محلات الحلواني بالجمال ده، يعني اللي بيتعمل في البيت مختلف تمامًا عن اللي بيتباع في محلات الحلواني. جربوه بطريقتي وكل عام وحضراتكم بألف خير.